المانجا تطلع يبقى كنافة بالمانجا، نعملها بطريقة سهلة جدا ومن غير ولا سمنة ولا زيت ولا أي حاجة، وتطلع معاكي مقرمشة وزي بتاعة بره وأحلى كمان بكتير جدا. والطبق ده عشان تجيبيه دلوقتي من بره هيخش له في 400 جنيه. لا تعالي بقى يا ستي نعمله بطريقة سهلة جدا. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو أول مرة بتشوفيني أنا أمنية ودي قناتي. طيب يا ستي ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. جبت بقى هنا نص كيلو من الكنافة وحطيته في الفريزر، وبعد كده طلعته من الفريزر وقطعته بالسكينة. سوري. وبعد كده خليتها كده مفرفطة خالص. وبعدين هنجيب صينية وندخلها الفرن، يا إما تسيبيها في الفرن يا إما تشغلي الشواية وتبدأي تطلعيها كل 5 دقايق كده أو كل دقيقتين تقلبيها وتدخليها تاني لحد ما تتحمص. كان عندي هنا 3 منجايات تراي كده سكري، قشرتهم وعملتهم عصير وسبت منهم القطع اللي أنا عايزة أعمل بيها جرنش في الآخر. طيب هنا بقى بالنسبة للكريم شانتيه، أنا حطيت كوباية من المَيّة المتلجة وحطيت عليها كوباية من الكريم شانتيه المُحلّى، ده كريم شانتيه يا بنات مُحلّى مش خام، تمام. وبعد كده ضِفت عليهم بعد ما ضربتهم كويس وخلاص بقى فومي، ضِفت عليه نُص كوباية عصير مانجا، ده بيعلّي التيست وبيخلّي الكريمة حلوة أوي. وبعد كده جِبت بقى الطبقات اللي أنا هاعملها. هتجيبي بولة وتنزلي بطبقة من الكنافة، وبعد كده هتبدأي تسقيها بعصير المانجا، هتديها طعم حلو قوي قوي. وخلي بالك مش هتبقى طرية ومعجنة ولا حاجة خالص، بالعكس هتبقى ناشفة ومقرمشة وحلوة جدا جدا، لأن احنا كده كده ما حطيناش فيها نسبة دهون خالص، هي ما فيهاش أي دهون، احنا هنعتمد على الكريم شانتيه بس. وهنبدأ بقى ناخد كده الكريم شانتيه. هنا أنا زي ما انتم شايفين الكريم شانتيه أنا مش عايزاه يكون زي بتاع التورتة اللي احنا بنجلس بيه، لأ أنا عايزاه يكون أخف شوية، يعني زي ما احنا بنقول عليه يبقى زي الصوص كده، مش عايزاه يكون تقيل. حطينا بقى طبقة الكريم شانتيه، وبعد كده هنجيب طبقة من الكريم سوري الكنافة، وهنبدأ نرص كده بالراحة فوق الكريم شانتيه. عايزة تعمليها طبقتين زيي ماشي، عايزة تعمليها 3 4 طبقات براحتك خالص على حسب البولة وعلى حسب كمية الكنافة اللي عندك. وبعد كده هبدأ برضو نفس الكلام أسقيها بالعصير المانجا. هنا بعد ما رتبتها بقى وتمام عشان خلاص بقى نحط الطبقة الأخيرة، هنسقي بالمانجا وبعد كده هنحط طبقة الكريم شانتيه الأخيرة. بس ضبطي بقى المانجا ليه، لان المانجا دي هي اللي بتدي طعم حلو للكنافه، لان احنا ولا سقينا الكنافه بسيرب ولا عسل ولا شيره ولا اي حاجه خالص. احنا هنعتمد على عصير المانجا، هو ده اللي هيدينا الطعم الحلو. وبعد كده هننزل بقى بالكريم شانتيه زي ما انت شايفه كده واحده واحده. خلاص خدنا كل الكميه، اوعي تسيبي حاجه. وبعد كده بقى هنظبط الطبق بتاعنا علشان نحط عليه عصير المانجا. عايزة بقى هنا في الخطوة دي تحطي عصير المانجا والمانجا القطع، تمام. عايزة تعملي طبقة من الجيلي علشان خاطر تحافظي على المانجا من الأكسدة. طبقة الجيلي اللي احنا بنحطها يا بنات بنحطها علشان نمنع الأكسدة، لأن المانجا ممكن تسود وتغمق لما بتتفاعل مع درجة الحرارة الخارجية يعني، أو حتى في التلاجة برضو بتتغير لأن فيها نسبة حديد شوية، تمام. بس كده وبنقدمها وبألف هنا وشفا. عايزة تحطي بقى شوية من العصير، أنا الصراحة حطيت شوية من العصير بعد ما خلصت خالص علشان خاطر بتبقى طعمها جميل كده وكريمي، خطيرة خطيرة بجد، ومن غير بقى ولا سمنة ولا زيت ولا أي حاجة، وبألف هنا وشفا.